اهلا وسهلا بكل دكاتره الكوره في كل مكان. النهارده حلقه مهمه لان احنا هنتكلم عن ايه الطرق اللي تقدروا تشوفوا بيها كاس العالم، وارخص الطرق وافضل الطرق في مشاهده كاس العالم والمتابعه كاس العالم قطر 22. لو الحلقه دي تهمك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه من تحت، ونقول يلا بينا. طبعا البطولة خلاص فاضل عليها 14 او 13 يوم، حوالي اسبوعين. كل الناس بتدور ازاي تشوف الماتشات، تتابع ازاي الدنيا، تتابع في انهي قناة، انهي مصدر، انهي طريقة، عشان اقدر اتابع بكل سهولة. في حوالي 4 أو 5 طرق هنحكي عنهم طريقة طريقة، وهنتكلم عنهم بالتفاصيل، عشان لو انت في حاجة انت مش فاهمها بالنسبة لكل طريقة اقدر اقول لك عليها، واقدر اجاوبك حتى في التعليقات بعد كده، وافهمك كل طريقة ماشية ازاي. اول حاجة بالنسبة للطريقة الاولى وهي طريقة بين سبورت. طبعا زي ما انتم عارفين ان الوكيل اللي واخد مشاهدة قنوات كأس العالم او مشاهدة كأس العالم في الشرق الاوسط واوروبا بجزء، بينما الشرق الاوسط هو الموزع الخاص ببين سبورت. بين سبورت هي اللي بتبث لكل الموجودين في الشرق الاوسط. فالطريق الطبيعي لاي حد هيقول البين سبورت، او اقدر اتفرج على القنوات العاديه المجموعه او الباقه بين سبورت. بين سبورت حاليا فيها باقتين. الباقه الاولى وهي باقه الماكس اللي هي خاصه بكاس العالم، ودي باقه منفصله بتدفع عليها فلوس منفصل، بي ان ماكس دي اللي هتفتح عشان قناه تغطيه كامله كاس العالم. الحاجة التانية اللي مشترك في الباقة الذهبية أو الباقة الكبرى الشاملة اللي هي اسمها باقة بين بريميوم اللي فيها كل حاجة، ده مش محتاج إن هو يشترك في باقة كأس العالم، لأن هتلاقي القنوات مدفوعة وموجودة وشغالة ونازلة تمام، مفيش أي مشكلة. الفرق بين الاتنين إن دي هتبقى منفصلة بمبلغ، ودي هو دافع اشتراك أصلا، دافع اشتراك معين. الاشتراك ده فاتح له كل حاجة. الاشتراك بقى بكام؟ الاشتراك لو مثلا ناس قاعده في الخليج، فمصر الموزع بتاع مصر غير موزع بين سبورت في الخليج ككل، بقى السعوديه، عمان، الامارات، قطر، ككل. الباقات بتختلف من اسعار لاسعار. الاسعار في الخليج غاليه جدا، الاسعار في مصر تعتبر فرق العمله بيخليها رخيصه. فلو انت هنا تقدر تشتري جهاز ريسيفر 4K بين 4K مصر، وتعمل الباقه اللي هي البريميوم الشامله، وبتتكلف 1500 جنيه. 1500 جنيه في الثلاث شهور، يعني 500 جنيه في الشهر. طبعا 500 جنيه في الشهر فرق العمله هتلاقي عامله حوالي 20 دولار، يعني مش مبلغ كبير جدا مقارنه بالاسعار الموجوده في الخليج واسعارها الكبيره جدا. دي اول نقطه. فبالنسبه لك الطريق الاحسن يعني يبقى بين بريميوم ككل باقه وتدفع عليها 1500 جنيه بثلاث شهور، الشهر ب 500 وخلاص. يا اما تدفع اشتراك باقه منفصله لكاس العالم اللي هي بي ان ماكس، اول منفذ مشاهده رئيسي لكاس العالم. طبعا انت لو شخص مش هيتابع كل الماتشات على مدار اليوم، يعني بمعنى صح، يعني انت مش قاعد في البيت طول اليوم 24 ساعه بقى قاعد قدام التلفزيون، لان توقيت الماتشات هتلاقي في دور المجموعات على 4 مواعيد. الميعاد الاول 12 بتوقيت القاهره، يعني 1 بتوقيت السعوديه، وبعدين 3 بتوقيت القاهره، ل4 بتوقيت السعوديه، 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وأخيرا 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية. فاعتبر كده ان اول ماتشين دول تقريبا، لو انت يعني لو طالب او في جامعه او شغل موظف الناس شغاله، فانت كده كده اول ماتشين مش هتعرف تلحقه. التالت والرابع هو اللي هيبقى فيهم تقدر تتفرج عليهم مسائي بقى، وايه، في القعده في البيت، اللي هو من ماتش الساعه 6 وماتش الساعه 9، دول اللي فيهم فرصه الناس كلها تتفرج عليهم. اول ماتشين بنسبه كبيره هيطيروا لو انت موظف او انت شغال او انت طالب، فالموضوع هيبقى صعب. وساعتها انا اقول ان انت ما تشتركش باقه بين سبورت، لان هتبقى الوضع يعني تكلفه عاليه على الفاضي، وانت مش هتشوف كل الماتشات بتاع دور المجموعات، هتتابع ماتشين في اليوم ولا حاجه، يعني ده ماكسيمم اللي انت تقدر تشوفهم. ده غير كده نقطه كمان، ان لسه كمان بعد دور المجموعات هيدخل دور النوك اوت، وحوالي 9 10 ماتشات تقدر تتابع فيهم كل البطوله كامله. ودي اول طريقه. الطريقه الثانيه طريقه، والناس اللي بتلجا لها البديله لبين سبورت حاليا، هي الشيرنج. الشيرنج هو انت
ريسيفر اتش دي بتجيبه بتشغل عليه اي قمر من الاقمار الموجوده، زي مثلا استرا، مش عارف اي قمر اوروبي، اي حاجه من الاقمار الموجوده، وبتتابع عليها. بس التعليق بيبقى اجنبي، يعني ده انجلش بقى، فرنسي، اي تعليق تاني غير العربي، مبقاش فيه عربي خالص. بس والقصه كلها في النت، والنت بيبقى استهلاكه ضعيف جدا، يعني ما بيأثرش على سرعه النت في اي حاجه، ولا بيحتاج نت كسرعه، هو دوك بس النت شغال والشيرنج شغال. بس عيبه ان مفيش تحليل قبل المباراه، مفيش كلام معلقين، مفيش اي حاجه، تسمع تعليق اجنبي بس. بس في بقى نقطه عملوها شويه حركه كده في بعض الريسيفرات، مش كله، ان تقدر تعمل اوديو ترانسفير، يعني تاخد التعليق الكومنتري من البين، تحطه على التعليق ده وكانك بتتفرج على التعليق ده موجود في الشيرنج، موجود في الريسيفرات دي. يعني انت دلوقتي شايف بين، هنفترض بين 1 مثلا مثال، شغال عليها مثلا عصام الشوالي، والماتش ده دلوقتي حاليا موجود على اوروبي، بيتلعب في نفس التوقيت اهو. تقدر تعمل اوديو ترانسفير وتاخد من تعليق الشوالي ده بيتحط اوتوماتيك على الماتش، فاكنك بتشوف تعليق الشوالي على بين سبورت، ولكن اللوجو بتاع القناه هو اللي بيبقى مختلف. انما كتعليق قبل محللين بقى عرب والكلام ده مفيش موجود، ده العيب اللي موجود في الشيرنج. التكلفه بتاعته يعني تقريبا تكلفه الريسيفر دلوقتي حوالي، الريسيفر انت بتجيب ريسيفر حوالي 400 500 جنيه الريسيفر، وفي انواع طبعا، يعني 400 500 600 700 كل ما انت طالع. اشتراكه انت في اشتراك تقريبا بيبقى اشتراك 100 جنيه، وعلى التوصيلات بقى اللي هو توصيله فوق مش عارف ايه، بتحط ايه، بتجيب سلك، بتجيب اللي هو بتاع الاشاره، كذا حاجه كده، بتتكلف مثلا في حوالي ممكن 700 جنيه 800 جنيه ككل، بالريسيفر بكله تقدر ان انت تشغل الشيرنج. وطبعا دي كوست مقارنه ببين سبورت طبعا قليله جدا. الحل الثالث وهو اي بي تي في. الاي بي تي في اكيد كل الناس عارفاه. الاي بي تي في انت هو بياخد ستريم مباشر من على النت، يعني بتشغل بين سبورت بس واخده ستريم النت، ده الفرق، ده الاي بي تي في بكل سهوله. في ريسيفرات شغاله بالاي بي تي في معاها الشيرنج، على فكره الاثنين مع بعض، شغال شيرنج وشغال اي بي تي في. اي بي تي في بقى شغال باشتراك سنوي، الاشتراك ده ممكن يبقى 100 150 بسيرفر معين، منزل لك كل قنوات بين سبورت اللي موجوده. يا دوب تفتح الماتش، الجودات مختلفه، يعني في طبعا في الاتش دي والاس دي واللو اس دي واللو اتش، في كذا كده كواليتي طبقا لسرعه النت. الكواليتي انت بتحددها، يعني انت لو سرعه النت عندك سريعه وكويسه وتمام تقدر تعلي الكواليتي، لا تعبانه اقل الكواليتي خالص. بس المشكله ان في سحب النت، سحب النت لو انت بتتفرج على 3 4 ماتشات، لو بتتفرج على 3 4 ماتشات لا سحب النت هيبقى مشكله، او هيخلص لك النت بسرعه، لان هو انت محتاج بقى نت قوي ونت سريع، وفي نفس الوقت برضه باقه كبيره وباقه انليمتد عشان تقدر تمشي بيها 3 4 ماتشات 5 ماتشات في اللحظه، والثلاث ماتشات هتتفرج عليهم. والاي بي تي في زي ما انا قلت اشتراكه 100 و 150 جنيه وخلاص، ومفتوح ومفيش اي مشكله فيه. الطريقه الرابعه وهي طريقه البين كونكت، اللي هو الابلكيشن برضه ستريمنج، بياخد من النت بيلقط نفس القصه. البين عامله كواليتي عاليه جدا، ولكن بيعتمد على برضه النت والستريمنج بتاع النت، وبرضه حسب سرعه النت الموجوده عندك. الطريقه الخامسه والطريقه السادسه. الطريقه الخامسه اللي فيها بقى بتفتح لينكات مواقع زي مثلا يلا شوت، يلا لايف، يلا في اكتر من رائد اسطور، في اكتر من موقع بتفتحهم بقى على اللابتوب وتوصل وايه وتشتغل وتشوف وخلاص. وهو ده يعني ده الموجود كستريمنج على اللينكات. وفي ناس كتير على فكره، انا يعني في فتره كنت بتفرج على اللينكات، يعني انا اتفرجت على حاجات كتير بطرق مختلفه. يعني الطريقه السادسه وهي طريقه الوصله. والوصله دي اللي هي بيبقى راجل بتدفع له اشتراك، يعني بتبقى وصله مسروقه، الراجل بيدفع له اشتراك مثلا 20 30 50 جنيه 100 جنيه حسب بقى الاسعار، ما اعرفش في كام دلوقتي. بتاخد سلك، السلك ده موصل لك القنوات اللي موجوده اللي الراجل بيحددها، بتنزل لك مثلا 3 4 قنوات بتشوفها وخلاص، ويبقى كده تتفرج على الماتشات عادي عن طريق الوصل. بس الطريقه دي طبعا يعني اولا سيئه لانها ما فيهاش كل القنوات، لان في ممكن تقطع ممكن تقطع ممكن هو اللي يتحكم، فقصه كده الوصله شويه، مع ان في ناس شغاله بيها كتير جدا انا عارف. فدي 6 طرق الخاصه بمشاهده قناه كاس العالم، اللي تقدروا ما بينهم تقدروا تشوفوا ما بينهم وتختاروا الافضل بالنسبه لكل واحد. قولوا لكم في الكومنتات، ولو في اي استفسارات خاصه بالطرق دي قولوا له تحت في الكومنتات.